جئت لا أعلم من أين. ايه اللي يخليك صاحي لغاية دلوقتي؟ يا بابا انا بستأذنك اطلع مع اصحابي احتفل بالتخرج بتاعي. وضعك يسمح لك، اطلع بس ما تتأخرش. ايوه بس انت عارف خروجه زي دي عايزه فلوس وكده. ما أنا اديتك فلوس تجيب شهادتك، مش خنصرت لك منها حاجة؟ انا ما اقدرش اخنصر من وراك حاجه يا بابا. وانا عمال اقول انت طالع لامك بتخنصر من ورايا زيها، وتاريك عبيط مش طالع لحد فينا. اللي تشوفه يا بابا. خد دول 10 جنيه برش على نفسك فيهم. بس يا بابا 10 جنيه دول ما يجيبوش حاجه غير ان اعزم صحابي على عشاء بمناسبه تخرجي. وكمان عايز تتمنجه وسط اصحابك الصيع؟ اصل انا كنت وعدهم يا حاج. ما تبقى تتمنجه من فلوسك يا اخي. ما هو البركه فيك بقى يا حاج. يعني ايه؟ يعني انا هصرف عليك انت وامك وكمان صحابك؟ هو انا فاتحها برتيته؟ يا بابا ما هو كل اب بيعمل مع ابنه كده لغايه ما يتخرج ويشتغل. اديك قلتها بلسانك، كل اب بيعمل مع ابنه. ايوه يا بابا كل ابن في الدنيا ملزوم من ابوه. واديك بتكررها اهو، كل ابن ملزوم من ابوه. ايوه يا حاج انا طبعا مش بتطاول عليك بس دي الحقيقه. لا يا ابني، الحقيقة هي اللي انت قلتها خلاص. كلامك مظبوط يا بابا، هات بقى الفلوس. ده انت حمار بقى يا ابني، علشان اديك فلوس لازم يكون في وصلة قرابة بيني وبينك. ايوه يا حاج ما انت ابويا. ده انت حمار وعبيط، امال انا عمال اقول لك كلامك صح على ايه؟ لازم يكون في صلة دم ما بيني وبينك. ما احنا كل يوم بنتعشى مع بعض. انت طلعت عين اللي خلفوني بغبائك ده. انت بتشتمني ليه؟ هو انا مش ابنك؟ امال انا بقالي ساعة بفهم امك ايه؟ ده كله علشان مش عايز تديني 200 جنيه اسهر بيهم مع اصحابي. 200 جنيه؟ ولا انت مش ابني يلا، ولا دي امك، ولا ده اخوك، ولا ده ابن عمتك حسين اللي سافر المغرب، ولا ده ابن خالتك علي اللي رجع العصر. انت لقيط، فاهم يعني ايه لقيط؟ ايوه يعني هتديني الفلوس ولا لا؟ هو انت مش فارق معاك الكلام اللي انا قلته لك من شويه؟ كلام يا بابا، هو انت مش بتترول؟ يا ده انت مش ابني يلا، انت مش عند اهلك دم ليه يلا؟ نفس غتاتة خالك حسين. ولما انت مش ابويا انا جيت منين؟ احنا لميناك من قدام المستشفى العسكري. قصدك اللي في الاحرار؟ لا يا ابني اللي عند لكوز. ايه؟ انت ظالم ظالم. يا حاج فكرتني، طنط حنان بتاعت لكوز بتقولك ما جيتش تاخد الاشتراك الاسبوع ده ليه؟ هص الله يخرب بيتك هتفضحنا. هو انت سبت الاستيراد والتصدير يا حاج وبقيت تشتغل محصل كهرباء؟ خلاص الله يفضحك، خد 200 جنيه اهي، بس على الله تطلب فلوس مني تاني طول الشهر. ربنا يخليك، بس بقولك ايه؟ ابقى خلي بالك من عدادات لكوز. اشمعنى؟ اصلها بتسحب كهرباء كتير. دمه خفيف ابن الكلب، طلع لي.